بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: المؤرخة القديرة عليا الجنزوري وكلماته الأخيرة. بصراحة هناك شيء محير في الحياة. لماذا؟ لأنك ممكن أن تتحدث مع إنسان حديثا عاديا جدا ولا تدري أن هذه هي الكلمات الأخيرة. هذه أستاذة فاضلة، وأنا تعلمت من كتابها إمارة الروح السلبية، وبصراحة عمل لا نظير له، لا بالعربية ولا بالإنجليزية ولا بالفرنسية ولا بالألمانية. هاملتون جيب نفسه المؤرخ البريطاني الكبير تكلم عن إمارة الروح في نصف صفحة، زنجي أن ذا فول أوف ذس. فبالفعل ووثقت من مصادر أرمينية وسوريانية ولاتينية مجهود جبار. قلت لها: كيف أتت؟ قالت: هذه ثلث المادة التي جمعت. طبعا الجغرافيا توجه التاريخ بطريقة صراحة، هي من المنوفية، في المنطقة من أخصب مناطق دلتا مصر. هي الفلاحة التي تعزق في الأرض كي تخرج ثمارها. شاركت في ترقيتي في الأستاذية، أستاذ رسول الله. أنا أعترض تماما على هذا المصطلح، أنا غير موافق على هذا الكلام. لا يوجد شيء اسمه رسول الله، رغم البعض يتمسك بهذا. كأمانة علمية أنا لا أوافق على هذا. وزرتها بعد الترقية أنا وعائلتي، وقالت لي أمام أبنائي وزوجتي: كان نفسي ألاقيك يا دكتور مهندس. هذا شيء طيب منها. وقالت عبارة جميلة لا أنساها: أنا أبسط من البساطة. كلام رائع للغاية. وكنت عندما أصدر أي كتاب أذهب وأحضر نسخة من الكتاب وأطرق على الباب وأضعه على عتبة الباب. سيدة فاضلة جدا. ذات مرة كانت طبعا مرضت بكانسر رحمة الله عليها، فاتصلت أطمئن عليها، فجاء صوتها واهنا. وحتى في مناقشة ابننا صلاح منعم جاءت وهي تحمل عصا تساندها، قالت: ربنا معاك يا ابني، ربنا يوفقك، وكلام ده. وتصورت الأمور عادية. وبعد هذا انتقلت إلى العالم الآخر. فصدمت، خاصة أنني كنت أقوم بإعداد كتاب تكريمي له، لم تدرس لي إطلاقا، وعلاقاتي بها علاقة إنسانية رائعة. فيما بعد طبعا صدر الكتاب، فضربت باب شقتها وأعطيت لزوج ابنتها الكتاب هدية. قلت لها: هذا كتاب التكريم لأستاذتنا، فقد رحلت من قبل أن تراه. سيدة فاضلة، وأعجبت بكتابي صلاح الدين أيوب بين التاريخ والأسطورة. قالت: الكتاب مهم، هيطبع عدة مرات، وناقضتني في 3 نقاط وأنا تعلمت منها، وأنا لا أتحرج أن أقول هذا. من الذي يعرف؟ فكرة أنك تتضايق ممن ينقدك هذا كلام خاطئ. ففعلا أستاذة قديرة، وكانت تعتز بأستاذتها سيدة كاشف، تعتز بحسن حبشي، فرحمة الله عليها. شكرا جزيلا.